طلب مني كتير مراجعة الوحدة كلها بس على هيئة شرح سريع. طب أنا هعمل إيه معاكم دلوقتي قبل امتحان نوفمبر؟ أنا هراجع معاكم الوحدة كلها على هيئة الشرح السريع. طب أول درس معانا كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم في حاجة اسمها المعادلات التفاعل الكيميائي. يعني بيتكلم في حاجة اسمها إيه؟ التفاعل الكيميائي. طب التفاعل الكيميائي ده هو يا ترى عبارة عن ايه كلمة التفاعل الكيميائي؟ وانت كنت بتعملي ايه عشان تجري تفاعل كيميائي معاكي؟ هقولك سهلة يا سيدي. كنت بجيب حاجة اسمها متفاعلات وبجيب حاجة اسمها نواتج. كنت بكسر المتفاعلات عشان اكون حاجة جديدة اسمها النواتج. في الكلام اللي انا قلته اهو بيتلخص في حاجة اسمها ايه؟ بيتلخص في حاجة اسمها التفاعل الكيميائي. يبقى ايه التفاعل الكيميائي ده هو كتعريف علمي او كمصطلح علمي او كسؤال عرف عشان منهج جديد؟ قال لي والله هو كسر في روابط جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة. المواد الناتجة. طيب هو انت ممكن تمثلها لي كمعادلة كيميائية بدل الكلام الكتير بتتكلمي فيه ده هو عشان اقدر اعرف يعني ايه كلمة تفاعل كيميائي؟ هقول لك سهلة. ايه ده انت عندك المغنيسيوم. يبقى انا كده عندي ايه؟ مغنيسيوم مع الاكسجين كان بيديني مغنيسيوم اوكسايد. طيب ساعتها ايه ده؟ دي كان حاجة اسمها ايه اللي كان في الاول قبل السهم ده اهو؟ كنت بسميه حاجة اسمها متفاعلات. طب واللي بعد السهم؟ قال لي والله اللي بعد السهم بسميه حاجة اسمها نواتج. ما بينهم سهم يكتب عليه شروط التفاعل إن وجدت. طيب ساعتها انت عملت ايه هنا؟ اقول لك سهلة. هقول لك كنت بجيب الاكسجين دي اهي كان بينها رابطتين يعني او رابطتين او، كنت بكسر الرابطة دي. طب بعد ما بكسر الرابطة دي بلاقي ان اكسجينية ارتبطت مع المغنيسيوم واكسجينية تانية ارتبطت مع ذرة مغنيسيوم تانية. طب ساعتها هيكون لي المركب ده اللي هو MgO. يبقى انت كده عملت معاه ايه؟ كسرت متفاعلات كونت نواتج. يبقى كسر جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جاية في جزيئات المواد الناتجة. طيب ايش دراني اللي انت اصلا عملت تفاعل كيميائي؟ مش عرفني ايه الدليل؟ اثبتي لي. اقول لك والله عشان تعمل تفاعل كيميائي معايا لازم يحصل معاك شويه حاجات او شويه ادله تدل ان انت عملت تفاعل كيميائي معايا. منهم كونت راصب، منهم اللي هو تفل الشاي. مش انت عملت تفاعل اللي هو كوبايه الشاي؟ بعد ما عملت كوبايه الشاي اتكون تحت كده اهو في الكوبايه بتاعتك التفل. يبقى معنى كده انت عملت بالنسبه لي تفاعل كيميائي. قلت لا. طب ما انا ممكن اطلع غاز زي تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك. يبقى انا اهو ايه هي الادله اللي بتقولي التي تدل ان التفاعل الكيميائي تم؟ قال لي والله خدي بالك عندك شوية أدلة. من ضمن الأدلة اللي عندك دي حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها تكون راصب. طيب تكون راصب ده هو زي إيه؟ قال لي والله تكون راصب اللي عندي في المنهج وما خدتش غيره في المنهج الجديد هو زي راصب أبيض إيه؟ راصب أبيض من كلوريد الفضة. ده الوحيد اللي أخدته. وكان بيتحول في إضاءة الشمس أو ضوء الشمس كان بيتحول للون البنفسج. كان بيتحول لإيه؟ كان بيتحول للون البنفسج. يبقى ده كده دليل قوي إن أنت عملت تفاعل كيميائي معايا. طيب إيه الدليل التاني؟ قال لي والله من ضمن الأدلة اللي أنت عملتيها معايا وطلع معاكي تفاعل كيميائي وأجريتي تفاعل كيميائي بالفعل حاجة عندي اسمها
ما انت كده عندك تكون راسب اهي وتصاعد غاز. تاني حاجة معاك حاجة اسمها ايه؟ تصاعد غاز. طيب تصاعد غاز زي ايه؟ قال لي والله خدي بالك تصاعد غاز زي ما تجيبي المغنيسيوم، شريط المغنيسيوم وتفاعليه مع ال HCl. طيب ساعتها ايه اللي يحصل؟ قلت لها في التفاعل الكيميائي او في المعادله الكيميائيه اللي كنت بشرحها، خد بالك ان البعيد مع البعيد، طب ده على الطرف حاجه بعيده والسي ال دي حاجه بعيده، فهجيب البعيد مع البعيد والباقي خرجوا بره المعادله. طب هكتبها ازاي؟ قال لي والله هكتبها عشان بس قليله معايا، يا مغنيسيوم كلورايد اهي زائد H2. طب انت ليه كتبتي ان المغنيسيوم كلورايد بالطريقه دي؟ قال لي والله خدي بالك ان انا اصلا درست في اولى اعدادي ان المغنيسيوم ده بالنسبه لي ثنائي فالاثنين راحت هنا، والكلورايد احادي فالواحد راح هنا، بقى اسمها MgCl2 بلس H2. ايه ده؟ ثواني، ده طلع معاه غاز، يبقى انا كده طلع معايا ايه؟ تصاعد معايا غاز، يبقى ده كده دليل ان التفاعل الكيميائي معايا تم. طب ممكن اعمل ايه تاني تدل ان التفاعل الكيميائي اللي معايا برضو تم؟ قال لي والله تغيير لون، يعني ممكن المادة اللي معاكي اللي بتشتغل عليها لونها يتغير، ايه تغيير لون. طيب تغيير لون زي ايه ابسط مثال شفته في الطبيعة واقدر الاحظه بعينيا؟ هقولك زي صدأ الحديد. الحديد كان اول ما جبته كده اهو جبته باللون الفضي، يعني زي الدش كده بتاعنا هتلاقيه باللون الفضي، مر عليه اسبوعين، مر عليه 3 اسابيع، مر عليه شهر، يبقى ده اتكون طبقة بني. يبقى عشان التفاعل تم معاك او دليل ان التفاعل تم معاك، ايه اللي حصل معاك؟ تغيير لون. طب تغيير لون زي ايه؟ زي صدأ الحديد، زي صدأ الحديد. طيب ايه تاني؟ قال لي والله ثواني، ده احنا كان عندنا زي كبريتات النحاس، محلول كبريتات النحاس كان لونه ازرق، كنت بجيب الزنك اهي الزنك مع CuSO4، كنت بعمل لهم تفاعل كيميائي كان بعيد مع بعيد او الطرف مع الطرف، يبقى ZnSO4 زائد الCu بيترسب. طب ده كان لونه ايه؟ قال لي والله خد بالك ده اصلا في التفاعل كان لونه ازرق، اهو لونه ازرق، اتحول للون ايه؟ قال لي خدي بالك ده اتحول للون عديم اللون. يعني معنى كده التفاعل تم معاك وما تمش؟ قلت لك اه، ما دام غيرت اللون يبقى التفاعل كده معايا تم. طيب رابع حاجه ممكن اعمل ايه؟ قال لي والله رابع حاجه ممكن تعمليها انك تغيري قوام، يبقى تغيير قوام المادة بتاعتك. يبقى انا هكتب هنا قوام. طب هو انا ممكن اعمل ايه تاني دليل ان التفاعل معايا تم؟ زي انبعاث رائحة، يبقى انا ممكن اكتب هنا كلمة ايه؟ انبعاث رائحة. زي في معمل الكيمياء عندنا اشهر تجربة في معمل الكيمياء في ثالثة ثانوي وفي الكلية عندنا تجربة البيض الفاسد. كنت انا بجري التفاعل ده علشان يحصل معايا واعرف ان التفاعل تم معايا لازم اطلع ريحه البيض الفاسد، بالبلدي عندنا اسمه ايه؟ البيض الممشش. طبعا ملناش دعوه بالكلام ده، ربنا يبعده عننا. يبقى انت كده عملت ايه؟ انبعاث رائحه. بس ثواني، انت اصلا لما جيتي تحرقي شريط المغنيسيوم في وجود الاكسجين طلع معاكي ضوء وحراره، يبقى انت عشان التفاعل تم معاكي ممكن تعملي معايا ايه؟ تعملي معايا تكون راسب، تصاعد غاز، تغير لون، تغير قوام، انبعاث رائحة، والأخيرة معايا دي كده رقم 5 اهي، والأخيرة معايا انبعاث ضوء وحرارة. طيب لو حاجة حصلت من اللي مكتوبة قدامك أثناء ما أنت شغال في معمل الكيمياء، يبقى ده دليل واضح ودليل قاطع اللي أنت حدث معاك تفاعل كيميائي، وتاخد البوزيتيف 5 بدل ما تاخد الماينس 5 زي ما ميس نورا كانت بتاخد زمان وهي صغيرة.
مبدئيا انا كنت باخد -5 وانا شغاله في التفاعلات الكيميائيه. ليه؟ اصل كنت بطلع راسب ولا بطلع غاز ولا بطلع ولا بغير لون ولا كمان بغير قوه. يبقى معنى كده اهو انا بعمل ايه؟ انا كده مش بطلع تفاعل كيميائي معايا. طيب ايه اللي حصل تاني؟ قال لي والله هندخل في حاجه اسمها المعادلات الكيميائيه. مس نورهان قعدت تتكلم كتير معايا وعماله تقول لي تفاعل كيميائي وهجيب شريط المغنيسيوم عشان احرقه في وجود حراره في وجود الهواء الجوي عشان اطلع المغنيسيوم اوكسيد او اطلع اكسيد المغنيسيوم باللغه العربيه. ايه الكلام الكتير ده؟ تم تلخص لنا الحوار ده اهو. قال لي والله دخلت في حاجه اسمها ايه؟ دخلت في حاجه اسمها المعادلات الكيميائيه. هعبر عن التفاعل الكيميائي اللي انا اتكلمت معاك كتير ده اهو في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها المعادلات الكيميائيه. طيب المعادلات الكيميائيه دي هعبر عنها ازاي؟ قال لي والله انت عبرت بطريقتين، يا حاجه اسمها معادله لفظيه يا حاجه اسمها المعادله اللفظيه يا حاجه عندي اسمها المعادله الرمزيه. طيب ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ قال لي والله خد بالك اللفظيه انا هتكلم بالالفاظ. طب هتكلم بالالفاظ ازاي؟ قال لي والله هتكلم بالالفاظ. انا هقول لك الكربون اهي كربون، هجيب مثلا الكربون اللي هو وحده الفحم بتاعتي هحرقها في وجود اكسجين يديني ثاني اكسيد الكربون. طيب انا رغيت كتير قلت لك حته الفحم هو نحرقها في وجود الاكسجين عشان يديني ثاني اكسيد الكربون عشان اللحمه تستوي معاه. الكلام كتير قوي. قمت انا سألاك هو الكربون ده حالته ايه الفيزيائيه اللي احنا درسناها في الوحده الاولى معايا؟ يا ترى ماده صلبه سائله غازيه؟ معرفتش ترد عليا. طب يا عمنا الاكسجين ده حالته ايه؟ برضه معرفتش ترد عليا. طب يا عمي هكتبها فين؟ معرفتش ترد عليا. طيب عشان اعالج المشكله دي هعمل ايه؟ بدل ما اكتبها بالمعادله اللفظيه هكتبها بحاجه اسمها معادله رمزيه. بدل ما اكتبها بالكلام العربي لا انا هحولها لرموز اللي هي الرموز الكيميائيه بتاعتي. طب الكربون رمزه ايه؟ قال لي خد بالك ده الكربون رمزه سي. طيب بلس تنزل زي ما هي اهي زائد ايه؟ زائد كلمه الاكسجين يبقى اللي هي عباره عن O2 هيديني ايه؟ ثاني اكسيد الكربون يبقى تديني اهي CO2. طيب هكتب حالات المادة ازاي اللي احنا اتخانقنا عليها انا وانت فوق من شوية صغيرين؟ قال لي والله الكربون كنت بجيب من عند الراجل عبارة عن شوية فحم كده حاجة صلبة. يعني معنى كده هو هكتب دي الاستيت بتاعتي حاجة ايه؟ مادة صلبة اهي اس. طب والاكسجين لا ده انا هكتبه مادة جازية. طب ثاني اكسيد الكربون طلع مني ده عبارة عن غاز طالع عمال يلوث الهواء الجوي يبقى مادة جاز. ايه ده؟ انت كتبتها بالانجليزي يبقى معنى كده محتاجة منك رموز بتعرف لي او بتعبر لي ايه هي حالة المادة وايه هي شروط التفاعل ان وجدت. قلتها كعناية يبقى معنى كده اهو انا هاخد ايه؟ هقسم الصفحة نصين. هقسم يا اما بقول لك ايه هي رموز حالات المادة يا هقول لك ايه هي شروط التفاعل اللي انت ممكن تكتبها على اي تفاعل كيميائي. طيب رموز حالات المادة قال لي والله خدي بالك ده انا كان عندي المواد بتاعتي يا اما مادة سوليد يا ليكويد يا جاز يا فيبر يا اكويس. الانجليزي ده على فكرة انا عربي انت كلمين انجليزي ليه؟ هقول لك لا اصل بدل ما اكتب كلمة مادة صلبة طويلة عليا لا انا خلاص انا تعبت وانا بكتب لا اكتبها لي اس بتعبر عن كلمة مادة صلبة. يبقى انا هكتب لك هنا كلمة ايه؟ الاس دي بتعبر عن مادة صلبة. طيب بدل ما اقول لك انا بشتغل على مادة سائلة ايه ده؟ كلام كتير ده. لا طبعا هقول لك مادة ليكويد ال يا دي مادة سائلة باخد اول حرف من الكلمة الانجليزية بتاعتي. طيب لو جاز مادة غازية يبقى جاز دي عبارة عن مادة غازية. طب vapor قال لي والله خدي بالك vapor هي بالنسبة لي بخار الماء. طب لو aqueous قال لي ثواني aqueous غير الليكويد
ايه الفرق بين الاتنين؟ قال لي والله خدي بالك ان الاكويس هو بالنسبه لي ماده صلبه دوبتها في الميه، زي ملح دوبته في ميه، او سكر دوبته في ميه، دي اسمها حاجه اكويس او محلول مائي. طب لو بس، لا هي ميه لوحدها بس من غير اي حاجه. طب امتى اكتب على الماده بتاعتي او التفاعل الكيميائي او الحاجه دي كلمه اكويس؟ قال لي والله الاكويس دي بتتكتب على، يعني بتتكتب على حمض، يا بتتكتب على قلوي، يا بتتكتب على محلول. يعني جالك في الامتحان كلمة محلول مائي، محلول مائي، أي محلول يجيلك. طيب هعرف منين اللي معايا حمض؟ هعرف منين اللي معايا قلوي؟ الحاجات دي هقول لك لا ده احنا عارفينها من أولى إعدادي. طيب أي حمض تايتو اتش، أي قلوي آخره اتش. يبقى إيه المادة الأكويس بتاعتك؟ قال لك والله أي قلوي، أي قلوي آخره او اتش. طب اي حمض؟ قال لي والله خدي بالك ان اي حمض اوله اتش. طب زي ايه؟ زي اتش سي ال، زي ايه؟ ان ايه او اتش. طيب ممكن ياخد شروط التفاعل ان وجدت، قلت لك والله التفاعل ممكن يتم عادي، يعني كتر خيره الحمد لله يعني ما تعبنيش فتم عادي، او ممكن يكون التفاعل بيتم في 12 ساعه. وانا يا سيدي انا تعبانه خلاص، واحده شغاله 8 ساعات كفايه، 8 ساعات ليه اشتغل 12 ساعه؟ طيب يبقى معنى كده هو انا عايزه اقلل من وقت التفاعل، اسرع من التفاعل بتاعي. طب هتسرعيه ازاي؟ قال لي والله تحط حاجه اسمها كاتاليست، مش كات، ما حدش يقول لي كات، كاتاليست. طب ايه الكاتاليست دي؟ قال لي والله الكاتاليست اللي هي ماده حفازه او عامل مساعد. يبقى انا اخدت حاجه اسمها عامل مساعد. اسالك سؤال، ينفع اعمل بيض اومليت من غير نار؟ استحاله، استحاله تعملها. طيب ايه ده؟ يعني عشان التفاعل يتم معاك اللي هو البيض الاومليت عشان تاكله معايا لازم تكون محتاج نار، حراره، محتاج تسخين. يبقى الحراره او التسخين او الحراره الكلام ده كله هكتبها ازاي؟ قال لي ولا تكتبها الدلتا. يبقى الدلتا دي بتعبر عن ايه؟ قال لي خدي بالك الدلتا بتعبر عن كلمه حراره. اقول لك مثلا كلمه تسخين، محدش يقف عند كلمه حراره ويسكت تقول لي انت قلتي حراره بس. اقول لك لا، ما هي التسخين بتساوي الحراره، يعني الكلمه دي بتساوي الكلمه دي في اللغه العربيه عندنا. طيب ايه تاني؟ قال لي والله انت ممكن تعرضي التفاعل ده اهو لبريشر، ضغط. البريشر الضغط، يبقى دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ضغط. يبقى دي من اشهر شروط التفاعل الكيميائي اللي معايا. طب انت عماله تقولي شروط تفاعل شروط تفاعل، هو احنا ممكن نستخدم ماده مخففه او ماده مركزه في التفاعل الكيميائي؟ اقول لك يبقى انا كده هو عندي حاجتين، يا اما عندي حاجه اسمها دل، يا اما عندي حاجه اسمها كونك. طب ايه الدل وايه الكونك ده؟ قال لي والله خدي بالك الدل يبقى ماده مخففه او محلول مخفف، يبقى ماده مخففه. وهقول لك في الامتحان كده انت تشتغل على حاجه مخففه. طب لو كونك، لا قال لي خد بالك دي ماده مركزه. بدل ما اقول لك ماده مركزه او حمض مركز هقول لك كونك. بدل ما اقول لك بشتغل على حمض مخفف، كلمه طويله قوي، اقول لك دي جاي من كلمه dilution، كونك جاي من كلمه concentration. طيب هو انت ممكن تكتبي لي معادله كيميائيه عشان بس اجمع الحاجات اللي انا خدتها دي كلها؟ هقول لك احنا ممكن نفعل الميه، نكون الميه. هقول لك يبقى عايزه اعرف ايه هي معادله تكوين الميه. هي ايه معادله تكوين الميه؟ قال لي والله هتجيبي ال H2 اهي مع ال O2، ادي ال H2، وتجيبي شويه اكسجين، يبقى انا هجيب شويه هيدروجين وهجيب شويه اكسجين، هفعلهم مع بعض هيديني ايه؟ هيديني على طول دايركت H2O. طيب هكتب المعادله كده وهمشي؟ اقول لك لا ناقصه. طب انا درست، انا كبرت، قلت لك لا احنا دلوقتي في مقام طالب اولى ثانوي، ده طالب اصلا ايه؟ بيدرس حياه الماده، لازم تكتب المعادله بحياه الماده. فانت تفوقت عليه، ده تاني اعدادي معاه، فانا تفوقت عليه. طب H2 جاز،
هي مادة جاز. طب O2 لا ده عبارة عن غاز برضو. طيب H2O دي المية اللي بشربها، دي الحاجة السائلة اللي بشربها، يبقى هي عبارة عن liquid. طيب هسيب المعادلة وامشي؟ ده ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ قال لي والله لازم اشوف عدد ذرات الداخل واشوف عدد ذرات الخارج. هل المعادلة موزونة معاكي ولا مش موزونة؟ هقول لك ازاي. هتاخدهم على جنب كده اهو، ان هي عبارة عن اتش. المعادلة بتتكون من ايه؟ من عنصر اسمه اتش وعنصر اسمه او. يبقى اتش والاو. يا ترى الاتش دخلت بكام وخرجت بكام؟ ويا ترى الاكسجين دخلت بكام وخرجت بكام؟ يبقى الاتش دي دخلت بكام؟ قال لي خد بالك دخلت بذرتين. طب عرفت ان هي ذرتين، هي اسمها H2، يبقى هي كده دخلت بذرتين. خرجت بكام؟ ايه ده؟ خرجت ذرتين، يبقى دي كده ذره محترمه اهي بنت ناس. طب الاكسجين، الاكسجين تحتيه 2، يعني معنى كده ان الاكسجين دخل بذرتين. طب خرج بكام؟ خرج بواحد. استغفر الله العظيم يا رب. ليه مش بحب الوزن على فكرة. طيب انا عايز اظبطه، يعني زي ما دخل زي ما خرج. طب دخل باتنين، يبقى لازم اجبره ان هو يخرج باتنين. يعني هضرب اتنين هنا ولا هضرب اتنين هنا؟ اقول لك لا انا هضربها هنا اهي. ليه؟ عشان اخليه زي ما دخل باتنين لازم يخرج بالاتنين. طب هضربها فين؟ هنا اهو. ضربتها فين؟ ضربتها في النواتج، يعني اللي بعد السهم حاجه اسمها النواتج، يبقى انا هضربها هنا. طيب يبقى الاتنين اتضربت في الاتش والاتنين اتضربت في الاو. طب انا كده ظبطتها، انا ظبطت الاكسجين بس عكيت الهيدروجين. طب 2 في 2 اهي، 2 في 2 ب4. ايه ده؟ دي بقت 4 هيدروجين، وهي اصلا داخله بكام هيدروجين؟ دي داخله ب2 هيدروجين. ينفع؟ طب اعمل ايه؟ قال لي والله زي ما دخلتي زي ما خرجت. طب دي كان 4، يبقى انا كده هضرب في كام؟ لا انا هضرب هنا 2 في 2 عشان توصل لي 4. بس انت كده ضربت عند الهيدروجين، ضربت في المتفاعلات، يبقى انا هضرب هنا كام؟ هضرب هنا في 2. طب الاتنين اسمها ايه؟ اتضربت في الاتش. بس خد بالك، الحاجة اللي بضرب فيها على الشمال، الحاجة اللي بضرب فيها على الشمال دي اسمها عندي ايه؟ اسمها عندي معامل. يبقى الاتنين دي اسمها ايه؟ اسمها معامل. طب والاتنين دي برضو اسمها برضو معامل عشان ما يجيلي مصطلح علمي. طيب الرقم اللي تحت ده اهو اسمه معايا ايه؟ قال لي خدي بالك الرقم اللي تحت ده اهو اسمه معامل اعداد تحتيه. ودي اسمها ايه؟ اسمها اعداد تحتيه. حاجه كتبت تحت بس اسمها اعداد تحتيه. طب انا كده خلصت معاك ايه؟ خلصت معاك ازاي تكتب معادله، ازاي تكتب حالات المعادله. هو ايه الفرق بين الارقام اللي تحت والارقام اللي على الشمال؟ الارقام اللي على الشمال اسمها معاملات، والارقام اللي تحت اسمها ارقام تحتيه او اعداد تحتيه. طيب ما تيجي معادله تاني عشان برضو حاسس انها تقيله عليا، الوزن تقيل عليا. يعني ايه اصلا وزنه؟ يبقى انا هكتب لك ايه؟ عايزه اكون النشادر، الماده اللي بفوق بيها المغمى عليهم في معمل الكيمياء عندنا. اصلا ما عنديش بصل وما عنديش برفيوم، فهلجأ لايه؟ هلجأ للنشادر. طب هكون ايه؟ معادله تكوين النشادر. طب هتجيب ايه؟ قالك والله اكتب ورايا يا سيدي. عندك شويه هيدروجين مع شويه نيتروجين، ادي شويه نيتروجين مع شويه هيدروجين. ادتني ايه؟ قال ادتني مركب اسمه مركب النشادر. طيب N2 زائد H2 يديني NH3. ال N دخلت بكام؟ خرجت بكام؟ ال H دخلت بكام؟ خرجت بكام؟ طيب انا كده اهو ال N على جنب، بكتب الكلام ده على جنب لنفسي. بس لو هكتب انا هكتب ايه؟ لا انا هكتب بس الارقام دي تخصني الارقام دي بس. طيب ال N دخلت ب2 خرجت ب1. طب الاتش، لا ده الاتش دخلت ب2 اهي خرجت بكام؟ قال لي خدي بالك دي خرجت ب3. دي معكوكه في الاتنين، معكوكه في النيتروجين ومعكوكه كمان في الهيدروجين. طب هعمل ايه؟ قال لي والله هتشوفي انت عايز تظبطي الاول. طب عايز اظبط النيتروجين هي دخلت ب2 يبقى لازم تخرج معايا ب2. يبقى هنا هضرب في 2.
يبقى طب انت ضربت هنا اهو في متفاعلات ولا نواتج؟ بقول لك ضربت بره، بره يعني نواتج، يعني هضرب في الحته دي اهي. بس الاثنين اللي اتضربت اللي هي عندي اسمها معامل، اتضربت في الان واتضربت في الاتش. طب 2 في ان 2 ان يبقى انا كده ظبطتها، بس 2 اتش 2 في 3 ب6 ظبطتها. انت كده خرجتها ب6 معايا، يبقى لازم تدخلها معاك ب6 اهي دي كده. طب كام في 2؟ ما عندك اتش 2، كام في 2 يديك 6؟ اقول لك خلاص انا حافظ جدول الضرب في الرياضه وانا شاطر رياضه يا ميس. لا لا لا، ما تتخيليش انا شاطر رياضه ازاي. قال لي والله لو ضربت 3 في 2 يديكي الناتج 6 اللي هو انا اصلا عايزاه. يبقى انا هضرب هنا في كام؟ هضرب هنا في 3. يبقى معنى كده اهو معادلة تكوين النشادر ان 2 زائد 3H2 يديني 2NH3. ناقصني حاجة؟ هقولك ناقص أهم حاجة، الحتة تتميز بيها عن طلاب تالتة ثانوي وطلاب أولى ثانوي معايا، وهي عبارة عن إيه؟ الستيت أو حالة المادة. طب هكتب حالة المادة إيه؟ النيتروجين طول عمره اللي هو مادة غازية يبقى جاز. الهيدروجين طول برضه عمره اللي هو مادة غازية يبقى جاز. طب ال NH3 مادة الأمونيا بتاعت الله يمسيها بكل خير، الله يمسيها بكل خير، ريحة نفاذة والله العظيم، عاملة زي البرفيوم بالظبط، بس يعني البرفيوم أحلى. طيب أنا كده خلصت معاك خلصت معاك كتابة المعادلة الكيميائية. تيجي نخش بقى يا ترى ازاي بكشف عن المواد الغذائية في مادة اسمها كيمياء التغذية. اقول لك انا عندي حاجة بدرسها في الكيمياء اسمها اسمها كيمياء التغذية. طب ايه كيمياء التغذية دي؟ قال لي خدي بالك كيمياء التغذية يعني انا دلوقتي كيميائية، تمام، بدرس مش بدرس اي كيمياء، لا ده انا بدرس كيمياء المواد الغذائية. يبقى ايه كيمياء التغذية دي؟ احد فروع علم كيمياء، احد فروع علم الكيمياء. تدرس تدرس المواد الغذائية. هي بالنسبة لي دي احد فروع علم الكيمياء. يهتم بدراسة قال لي والله خد بالك ده بيهتم بدراسة المواد الغذائية. طيب هل يا ترى العلم ده هو يقدر يكشف لي او يقدر يعرف لي المواد الغذائية اللي جوه جسمي؟ هقول لك بس حد بيسألني هي ايه المواد الغذائية اللي جوه جسمي اصلا؟ هقول لك سهلة. قال لك ان المواد الغذائية اللي هعتمد عليها في الدراسة، يبقى انا كده عندي المواد الغذائية اللي هعتمد عليها في الدراسة هي عبارة عن عبارة عن 3 حاجات أساسية بتغذى عليها كل يوم، بس أنت مش عارف إيه هي معايا. حاجة اسمها كربوهيدرات، لا ده أنت عندك حاجة اسمها دهون، لا ده أنت عندك حاجة اسمها بروتينات. يبقى أنا كده بتغذى على كام حاجة أساسية معاك؟ بتغذى على 3 حاجات أساسية، يا كربوهيدرات يا دهون يا حاجة اسمها عندي بروتينات. طيب هو ازاي اكشف عن ال3 مواد دول؟ قال لي والله الكشف بتاعك عبارة عن الكيمياء، يعني هتجيب حاجة في الكيمياء تكشف عن الكربوهيدرات، او حاجة في الكيمياء تكشف عن الدهون، او حاجة في الكيمياء تكشف عن البروتينات. يبقى انا هسألك هنا اهو كيفية الكشف، كيفية الكشف عن الكربوهيدرات، او اسألك في الامتحان تجربة علمية او في معمل الكيمياء بتاعنا كيفية الكشف برضو عن الدهون، او هسألك في الكيمياء برضو كيفية الكشف عن البروتينات. قال لي والله عشان اكشف عن الكربوهيدرات لازم اعرف ايه هي العناصر اللي فيها الاول. كربوهيدرات يعني كربون هيدروجين اكسجين. طب لو انا عندي دهون برضو نفس الحاجات، كربون هيدروجين اكسجين.
طب لو عندي بروتينات ساعتها ايه النظام معايا؟ لا ساعتها هتبقى كربون، هيدروجين، اكسجين، فوسفورس، نيتروجين. يعني انت زود لي بس عنصرين زياده هما النيتروجين اند فوسفورس. طيب يا ترى بقى لو الماده اللي معايا كربوهيدرات وانا عارف ان فيها كربون، هيدروجين، اكسجين، هكشف ازاي؟ قال لي والله هجيب محلول في الكيمياء، خليه باللون الازرق احسن. هجيب محلول في الكيمياء اسمه كاشف بندكت الازرق. يبقى الكشف اللي اقدر اكشف بيه عن الكربوهيدرات ده اسمه ايه؟ اسمه كاشف بندكت الازرق. طيب قال لي والله لو انت عندك ماده كربوهيدراتيه، اكسب المصادر بقى. تقول لي والله تقول لي خبز، تقول لي نشا، تقول لي اي حاجه مصدر للكربوهيدرات خطيتها بس في التست تيوب بتاعتي او في الانبوبه بتاعتي وفيها كاشف بندكت الازرق، بلاقي ان الكاشف ده اتغير لونه على طول معاه. ممكن يكون اتغير الاخضر، ممكن يكون اتغير الاحمر، ممكن يكون اتغير البرتقال. يبقى الكاشف ده اهو ممكن يتغير لالوان ايه معايا؟ قال لي ممكن يكون اتغير للاحمر، لا ده ممكن الاخضر، لا ده ممكن البرتقال. طب لو الكشف ده اتغير معاكي، قال لي المادة اللي معاكي دي هي مادة كربوهيدراتية. طيب في الدهون بقى نفس الكشف اللي هكشف بيه؟ الدهون هكشف بايه؟ قال لي خدي بالك هتكشفي في حاجة اسمها سودان فور. يبقى انا هجيب تيست تيوب اهي، والتيست تيوب دي فيها كاشف اسمه ايه؟ اسمه كاشف سودان فور. طيب الكاشف ده اهو قال لي والله هو الكاشف ده اصلا متحط عليه الماده بيكون لونه احمر. يبقى انا كده بكشف عن حاجه اسمها ايه؟ بكشف عن حاجه اسمها الدهون. طب لو انا عايز بروتينات ساعتها هكشف بايه؟ قال لي خدي بالك من الاسم، من كاشف اسمه كاشف بندكت الازرق، والكاشف اسمه معايا كاشف بيوريت الازرق. ايه ده؟ هو كل ازرق عندك ولا يقول لك لا هما اتنين بس، واحد اسمه بندكت والتاني اسمه بيوريت. يبقى الكاشف اللي هكشف بيه عن البروتينات ده اسمه كاشف ايه؟ قال لي خدي بالك اسمه كاشف بيوريت الازرق. طب اي مصدر للبروتينات او اي حاجه بتاكلها من خلال البروتين بقى، تكون مثلا البان، تاكل لحوم، تاكل فراخ، تاكل سمك، حته صغيره بس، حته صغيره بس حطها في التيست تيوب بتاعتي دي في وجود كاشف بيوريت الازرق، هلاقي والله ان اللون اتغير معايا. طيب ودي ببساطه هي دي بالنسبه لي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها كيمياء التغذيه. بتمنى انك تراجع المحاضرات السابقه قبل كده اهو، لو في اي حاجه واقعه منك سواء في الدرس الاول او بتاع التفاعلات الكيميائيه، او الدرس الثاني بتاع المعادلات الكيميائيه، او الدرس الثالث بتاع كيمياء التغذيه. اتمنى لكم التوفيق كلكم، ويا ريت تطمنين عليكم في الكومنتات في امتحان شهر نوفمبر. مع السلامه.